معكم. اهلا وسهلا بالمتتبعين في هذا المقطع الفيديو اللي غادي نحاولوا ننشروا معكم تفاصيل. بدو الزكي يعننها التحدي امام وليد الركراكي. كتعرفوا بان متتبعينا الكرام بدو الزكي اللي هو مدرب ديال النيجير، واللي هي النيجير عما قريب غادي نتلاقاو معها. هل ممكن لان بالفعل هذا التحدي هذا، وبغيتكم لانكم تصوتوا في التعاليق، بغيتكم لانكم تخليوا الاراء ديالكم في التعاليق، من يقدر يفوز؟ واش بدو الزكي اللي هو مغربي واللي كيمثل حاليا النيجير، واللي كيمثل الفريق ديال النيجير حاليا؟ متتبعينا الكرام، اول حاجه واللي خصكم تعرفوا يعني كارثي بالمعنى الكلمه، وهذا الشيء للاسف كيضر في الخطر، لان بزاف الناس كيقول لك كيفاش بدو الزكي اللي هو مغربي وكيفاش لان كيدرب الفريق ديال النيجير، واش هذا السيد هذا غيربع يديه ويبقى جالس عيطوا له في المغرب؟ لان من احسن المدربين، حتى هو من احسن المدربين، برافو عليه، وانا كنقول له برافو عليك، لانك برافو كاين، لان لا هو ولا السي وليد الركراكي احنا ما غنطيحوا حتى شي واحد، ولا الاخ اللي هو السكيسيوي اللي فرح واحد الفئه كبيره من المغاربه، وكاملين شنا متتبعينا الكرام، لان كيفاش كانت واحد الفرحه البارح، لان في صفوف المغاربه كاملين، لان المغاربه كلهم اخواني اخواتي الاعزاء، وهذا الشيء راه اصبح واضح وباين، لان البارح كاملين كلشي اصبح بايت فرحان بخصوص الفوز ديال الفريق المنتخب المغربي، واللي الحمد لله شناه غادي في طريق الصحيح، شناه غادي في طريق الصحيح المنتخب المغربي المحلي، لان بخصوص لان كيقودوا الاخ يعني السكيسيوي، طريق السكيسيوي، طريق السكيسيوي اللي غادي نقولوا له من هذا المنبر هذا مبروك عليك، مبروك عليك الفوز، لانك تستحق لان انسان طيب اخواني اخواتي الاعزاء، وكيخدم في صمت. فنرجعوا للموضوع ديالنا، هل ممكن وليد الركراكي ينهزم امام لان النيجير، او امام وليد يعني امام، لان اخوتي المغاربه كتعرفوا السي بدو الزكي اللي هو مدرب متمكن، رغم لانه هو راه كيمثل واحد البلد، وهذا البلد اللي كيمثلو راه من حقه لان يعطي اكثر من جهده مع هذا الفريق هذا، من اجل اخواني اخواتي الاعزاء، لانه يزيد الامام او يزيد القدام، لان هذاك الفريق اصبح هو حاليا كيمثلو، وخاصو ضروري يعطي اكثر ما عنده. اذا داك الشيء علاش؟ لان جاي بقوه، على حسب ما سمعنا وعلى حسب ما يروج، فهو جاي بطريقه لانها زوينه وبزاف اخواني اخواتي الاعزاء، لان الفوز على المنتخب، يعني ملي كيدخلوا للطيره راه ما كيبقاش لان راك ولد البلاد، راك ولد البلاد حقا غيحن عليه، لا راه الامور كتمشي اخواني اخواتي الاعزاء، لان شخص يقوم بالعمل ديالو مع الفريق، يعني كما تنقولوا وعلى حسب ما توصلنا به، بان هذا السيد هذا بحال لان كنقولوا ضروري واكيد خاصو لانه يناضل من اجل الفريق ديال النيجير، لان بسبب ديال السي بدو الزكي فهو اصبح من احسن الفرق دابا حاليا، حتى هو اصبح من احسن الفرق متتبعينا الكرام حاليا، وهذا الشيء اللي خاص المغاربه والمغربيات يعرفوه، باش نحطوا غير النقاط على الحروف اصدقائي، ونوضحوا للاخوان والاخوات اشنو واقع. ففي انتظار ان شاء الله بحول الله نشوفوا اشنو غادي يقدر يبان عما قريب، لان اليوم المغاربه كيتسائلوا واش بالفعل الوالد الركراكي هل ممكن ينهزم متتبعينا الكرام امام الفريق ديال النيجير ام ليس، لان غادي يقدر ينهزم. اذا متتبعينا الكرام الرساله واضحه، الرسالة أصبحت واضحة متتبعينا الكرام للجميع. أصبحنا اليوم كنواجهوا أو غادي نواجهوا واحد الفريق اللي هو رائع بزاف، اللي هو النيجير، راه تنقولوا بأنه خدام، ولأنه بدور بدو الزكي فالأمور غادية مزيان عندهم، يعني كاين ربما تخوف، وهذا الحقيقة ربما غيكون تخوف اللي هو كبير، ولكن فنحن نتمنى إن شاء الله بحول الله الفوز للفريق ديال المنتخب المغربي، ان شاء الله بحول الله غادي نشوفوا الفريق المنتخب المغربي هو اللي غيزيد الامام اخواني اخواتي الاعزاء، فنحن في الانتظار نشوفوا ان شاء الله المنتخب غياخذ جميع الالقاب، لان هذا الشيء غيلعبوه بلادنا، وكتعرفوا بان الانسان اللي غيلعب ملي غتلقى واحد الفريق كيجي من دوله اخرى وكيلعب في بلادك راه ضروري، لان خاصك دير اكثر من جهدك،
هذاك الشيء علاش؟ لان كنشوفوا اخواني اخواتي الاعزاء بالفعل غيكون اكثر واكثر من الجهد، لان بخصوص اكثر واكثر من الجهد اخواني اخواتي، لان اللي غيقدروا يديروه داخل، لان لو كانوا هؤلاء الاشخاص غيلعبوا غير خارج ارض الوطن شي شويه الامور بعدا سلا خسرنا ماشي مشكل، ولكن دابا راه داخل المغرب في بلادنا منظم في بلادنا، يعني الامور شويه اخواني اخواتي اكيد ماشي عاديه وماشي سهله بهذا المفهوم، هذا ليس لان بالسهل. اذا نتمنى من اصدقائي داخل وخارج ارض الوطن، نتمنى تخليوا لنا الآراءات ديالكم والتعليقات ديالكم الجميلة بخصوص الموضوع، أكيد لأن مع من بغيتكم لأنكم تبينوا واحد الحب كبير لأن الفريق المنتخب المغربي، لأن يستحق متتبعينا الكرام، لأن أكيد فاليوم كنشوفوا بأن غادي في طريق الصحيح، فالله ييسر لي الأمور، رغم لأنهم بعض اللعابة ما غيكونوش حاضرين، رغم لأنهم بعض اللعابة ليس لأن غيكونوا حاضرين لأنهم معطوبين، ولكن هكذا كاينين اللعابة تبارك الله اللي غيكونوا في المستوى، كاينين في الفريق المنتخب المغربي إخواني أخواتي الأعزاء. فنحن ننتظر عما قريب أن نشوفوا الفوز على جميع الفرق، سواء النيجير سواء أي فريق غادي يكون مع أو ضد يعني المنتخب المغربي. نتمنى ان شاء الله بحول الله يقدموا مجهودات كثيره من اجل الفوز على هؤلاء الاشخاص، لان بالفعل فنحن معطشين متتبعينا الكرام، لان الكاس افريقيا او كاس العالم، لان اكيد من اجل ان شاء الله بحول الله فنحن في الانتظار ونبقاو نقولوا هذا دائما، وان شاء الله بحول الله اكيد خوتي المغاربه كاين امال ان شاء الله بحول الله، علاش لا كاين امال ان شاء الله، علاش لا لان غادي نشوفوا هذا الفريق لان قام بمجهودات كثيره وقام لان بانجازات اللي هي غادي تكون رائعه وجميله في نفس الوقت. اذا حياكم الله وشكرا لكم جميعا. غادي نقول لكم الخوت ما تنساوش اللايكات ديالكم البارطاج فضلا وليس امرا باش تبقاو توصلوا بكل ما هو جديد. هادشي اللي غادي نقدروا نحكيو معكم الخوت في هذه الحلقه هذه، ونتمنوا لان الفريق ديال المنتخب المغربي الفوز، نتمنوا ان شاء الله بحول الله الفريق ديال المنتخب المغربي الفوز اخواني اخواتي، وهذا هو الهدف ديالنا من هذه الفيديوهات واللي حاولنا نشره معكم في اطار تنوير الراي العام. حياكم الله الاصدقاء، شكرا لكم. باش ما نزيدش نطول عليكم اكثر، الاراء ديالكم كيهمنا في اسفل الفيديو، الاراء ديالكم مهمين بخصوص اشنو بان لكم في المنتخب المغربي، هل ممكن قادر يحقق الانجازات الرائعه؟